نتنياهو واكثر من نتنياهو شويه والله العظيم. ما هي المشكله؟ قل لي ما هي اخطائي الذي انت تراها، ما هي اخطائك يا اخي؟ عندما كان هناك مثلا تطلع ناس اماراتيين تعطي لهم المساحه الكبرى، ما تعطي لي رجل يمني يطلع يرد على هذا الاماراتي. تدري يا اسعد انت قبل يومين يعني هذا المشكله انه لم نعطيك المجال، بس هذا مش انا فقط انت ما اعطيت المجال لاخوانك اليمنيين الذين يدافعون على وطنهم، وانت يا اخي الغالي لحظه علشان انت خوفتني اول لما قلت نتنياهو. ما علاقه نتنياهو بالموضوع؟ ونتنياهو ضربت كل الشعوب، خليت ابونا نتضارب نتقاتل بيننا في الله لا. المهم قل لي ما هي المشكله؟ ما هي المشكله؟ اولا من اين انت؟ من اليمن؟ انا من محافظه تعز. طيب ما هي الملاحظه؟ قل لي ما هي الاشياء التي انت الملاحظات ان وطننا اليوم تلعب فيه الامارات ليلا ونهار، وتتآمر على وطننا وتتمزق بلدنا وتمزق مقدراتنا، فلنا الحق أن نطلع في منصتك كيمنيين وندافع ونوصل أصواتنا بكلمة الحق. يعني ما نبالغ. قبل يومين الإمارات فقط، الإمارات التي تعبث السعودية. نعم. لا والله إن السعودية إن واقفة معانا في الواقع والمواقع، ولهم مزيد الاحترام والتقدير. هذا الحقيقة. أنت إنسان. شوف يا أسعد، والله العظيم أقسم بكتاب الله يا أسعد إن السعوديين يحبونا كما يحبوا وطنهم. هذه خذها مني. أنا عشت بالمملكة العربية السعودية و33 سنة، والحين الحمد لله أنا في اليمن، لكن هؤلاء الناس هم عرب أقحاح ورجال يضحوا معنا في كل شيء. والإماراتيين إيش هم؟ هنود ولا باكستان؟ إيش الإماراتيين ما هم؟ والله يا أخي أنت تعلم إنه الإماراتي هذا إماراتيين. الشيخ زايد كان يقول أنه يمني، إنه من عندنا. لا رحمة الله عليه، ما أتنقص رحمة الله عليه، ما أغلط فيه. ولماذا تنتقصهم هنا السعودي عربي والإماراتي؟ أنتقصهم لأنه قال الشيخ زايد رحمة الله عليه من يكون مع الصهاينة فهو صهيوني، يعني محمد ابنه هو صهيوني. اليوم أبناء تعز يقتلون بسلاح الحوثيين على أساس ومن يدعم الحوثيين. اسمعنا. طيب اسمعك. اليوم أبناء تعز، أطفال تعز، طلاب أبناء تعز يقتلون. لا تدخلش في مداخلة يا أخي. أنت قل لي ما هي أخطائي اليوم. أنا وجه الوجه واجهني أنا، ما عليك. لا تدخلش في متاهات الوضع اليمني. أنا عارفة أنت ماذا تريد مني. ليش؟ لماذا لا تحبني؟ 3 ليس لهن جواب. ادي حقي، اخرج من بيتي. ما احبك يا اخي، انا ما احبك يا اخي. مساله تحبني هذه انت من شي مرتي عشان تحبني. صلى على النبي. ما مش قضيه مرتك ولا مش مرتك، حتى مرتك يمكن ما انت مزوج عشان ما تحبك. يعني ما صدقنا، خلي دمك خفيف وارجع لعروبتك والى دينك الصحيح. نصيحتي لك، وارجع الى وطنك. طيب انا اعتقد ان الذي سجلت لك هنا اننا ما طلعكمش، يعني لما يكون النقاش اماراتي سعودي. لا طلع نحن كيمنيين، طلع نحن لازم انك تفتح لنا المجال، نحن ندافع على وطننا. ايوه انت ترى انني العيب الذي فيه انني ما اعطيكم شو المجال. نعم، يطلع بثك مثلا 4000 5000 ريال، وانت عند ابو شيخه وعندك هذيك الثانيه هذيك تدعمك يمكن باسد او باسدين، وطنشت وطنك طنشت بلدك، وخليت اليمنيين نقلب ونخسر ونضيع يومنا كلها عشان نطلع عندك وما تعطينا احنا مجال. كل اليمنيين، ليس انا فقط، كل اليمنيين يشكو منك. نحن في بث مفيد وفي بث العمراني وفي بث كل البثوث نطلع نحاور ونتكلم، واقل حق من حقوقنا نحن نطلع ندافع على وطننا يا اخي. ما هذا انتم كاعلاميين كصحفيين. انا عارف. انت اذا طلعت تعرف ايش المشكله؟ تعرف ما هي المشكله؟ انت اذا طلعت مع السعوديه معناته نفس الانحطاط اليمني المعروف. تطلع لحظه اصبر دقيقه اصبر. خليني اقول لك. غلق الميكروفون وانا برجع لك. غلق الميكروفون عشان الصدى. غلق. شوف الان انت تنتقد الامارات وتلمع السعوديه عندك عرب اقحاح وعيال زايد متصهينين. محمد بن زايد عندك المقداد بن عمرو الدوسي ما شاء الله انصف غزه وراح غزه، رغم انه اكبر متصهينين في العالم في السعوديه. اكبر تصهين في العالم هو في السعوديه. واكبر. غلق الميكروفون.